اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نسرين هاند ميد كروشيه. النهارده هنعمل مع بعض مربع جراني. طبعا احنا عارفين ان مربع الجراني ممكن نستخدمه او ندخله في استخدامات كتير، زي بطانية، مفرش، ممكن شنطة، يعني كذا استخدام. وزي ما احنا شايفين المربع بتاعنا بسيط وخطواته بسيطة، بيتعمل من 7 سطور. ان شاء الله يعجبكم ويبقى سهل وبسيط عليكم. انا هشتغل بخيط اليز ديفا بلس وهستخدم ابرة رقم 3.5. هبدأ اعمل الماجيك سيركل بالشكل ده كده، وانا هبدأ كده السطر الاولاني من المربع. انا عايزة اشتغل 5 غرز عمود بلفة، فهبدأ ارتفع 3 سلسلة، وهعتبر ال3 سلسلة دول اول عمود بلفة، وهشتغل بعد كده تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، والخامس. يبقى انا اشتغلت كده 5 غرز عمود بلفة، وبعد كده هرتفع 3 سلسلة وهكرر تاني. هشتغل 5 غرز عمود بلفة، 2 3 4 5، وهكرر بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهدخل اشتغل كمان 5 غرز عمود بلفة، وهرتفع 3 سلسلة وهشتغل اخر مجموعة من 5 غرز عمود بلفة. يبقى انا كده اشتغلت 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 5 غرز عمود بلفة. وهضيق الدايرة السحرية بتاعتي، هبتدي اشد الخيط كده بالشكل ده وهنهي السطر. مش هنهيه بقى ب3 سلسلة، لا، انا عشان عايزة ابدأ الشغل هنا من الفراغ بتاع ال3 سلسلة، فانا هرتفع غرزة سلسلة وهدخل هنا في تالت غرزة سلسلة من دول، هنهي السطر بغرزة نص عمود بالشكل ده. يبقى انا كده نهيت السطر الاولاني، وده كده شكله. وهبدأ السطر التاني، هبتدي ابتداء من المكان اللي انا واقفة فيه، هرتفع 3 سلسلة، ده كده اول عمود بلفة، وهدخل في نفس المكان اشتغل كمان 3 عمود بلفة. هيبقى التوتال 4 غرز عمود بلفة، طبعا لاني هعتبر ال3 سلاسل دول عمود بلفة بالشكل ده، وده يعتبر اول ركن من المربع بتاعي. هرتفع 3 سلسلة وهدخل في نفس الفراغ اشتغل كمان 4 غرز عمود بلفة. يبقى الركن بتاع المربع عبارة عن 4 غرز عمود بلفة، 3 سلسلة، 4 عمود بلفة، وبعد كده هرتفع 3 سلسلة وهدخل في الركن التاني اشتغل زي الركن ده 4 عمود بلفة. دي كده 2 3 4، 3 سلسلة وهدخل في نفس الفراغ اشتغل كمان 4 عمود بلفة، 3، وده العمود الرابع. وبعد كده هرتفع 3 سلسلة وهدخل اشتغل الركن الثالث بنفس الطريقة والرابع بنفس الطريقة، واجي انهي معاكم السطر. وصلت كده لنهاية السطر. فاضل ان انا اقفل السطر التاني. المفروض ان انا اشتغل هنا 3 سلسلة زي ما انا عملت في السطر كله، بس انا هقفلها برضو. هرتفع غرزة سلسلة وهقفل في تالت غرزة بغرزة نص عمود، عشان انا عايزة اشتغل من نفس المكان اللي انا واقفة فيه بالشكل ده. هبدأ بقى السطر الثالث، هرتفع 3 سلسلة، هعتبر ال3 سلسلة دول اول عمود،
وكمان هشتغل 4 غرز عمود بلفة في نفس المكان ده كده. تالت عمود، الرابع، الخامس، يعني هيبقى توتال العواميد 5 غرز عمود بلفة. طبعا الثلاث سلاسل دول اول عمود، وكمان اشتغلت 4 يبقى 5 غرز عمود بلفة. وبعد كده هرتفع غرزة سلسلة وهدخل هنا في الفراغ عند الركن الاولاني اشتغل الركن زي ما انا عملت في السطر اللي فات. 4 عمود بلفة، 2 3 4 3 سلسلة، وهدخل في نفس الفراغ اشتغل كمان 4 غرز عمود بلفة في نفس المكان ده كده. تالت عمود، الرابع، بالشكل ده كده، غرزة سلسلة، وهدخل هنا في الفراغ اللي فيه 3 سلسلة اللي ما بين الركن ده والركن ده هشتغل 5 غرز عمود بلفة في نفس المكان او في نفس الفراغ. ادي كده 3 4 5، ووراهم غرزة سلسلة وهدخل اشتغل الركن التاني بنفس الطريقة. 4 عمود بلفة، 2 3 4 2 سوري 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل في نفس الفراغ اشتغل كمان 4 عمود بلفة، 2 3 4، هرتفع غرزة سلسلة وهدخل في الفراغ بتاع ال3 سلسلة دول اشتغل 5 غرز عمود بلفة في نفس الفراغ. 3 4 5، ووراهم غرزة سلسلة وهشتغل الركن الثالث، وبعد كده غرزة سلسلة، 5 عمود بلفة، غرزة سلسلة، والركن الرابع، واجي انهي معاكم السطر. وصلت كده لنهاية السطر، اشتغلت اخر ركن. هنهي السطر هرتفع غرزة سلسلة وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. يبقى انا خلصت السطر الثالث من المربع، وهبدأ السطر الرابع هرتفع غرزة سلسلة وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو بالشكل ده، وفوق كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو. طبعا نخلي بالنا هنا ان ده العمود التاني، هدخل اشتغل فوقيه غرزة حشو، والعمود اللي بعد كده غرزة حشو. يعني انا بشتغل فوق ال5 عواميد كل غرزة بشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده. هيقابلني الفراغ بتاع الغرزة السلسلة هدخل اشتغل فيه غرزة حشو. ال4 غرز عمود بلفة اللي في الركن هدخل اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو بالشكل ده كده. وهيقابلني الفراغ هنا بتاع الركن بتاع ال3 سلسلة هدخل اشتغل فيه 2 حشو، 2 سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل فيه 2 حشو بالشكل ده. وبعد كده هدخل اشتغل في ال4 عواميد كل عمود فوقيه غرزة حشو بالشكل ده. الغرزة السلسلة هنا هدخل اشتغل في الفراغ غرزة حشو، 5 عواميد فوق كل عمود اشتغل غرزة حشو بالشكل ده. الفراغ بتاع الغرزة السلسلة هدخل اشتغل فيه غرزة حشو، وال4 عواميد بتوع الركن هدخل اشتغل فوق كل عمود غرزة حشو بالشكل ده كده. الفراغ بتاع ال3 سلسلة هشتغل فيه 2 حشو، 2 سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل 2 حشو. وبعد كده هشتغل فوق ال4 عواميد كل عمود فوقيه غرزة حشو. يبقى انا كده اشتغلت الركن بالشكل ده، وهكمل كده بنفس الطريقة
لنهاية السطر وارجع لكم. وصلت كده لنهاية السطر، فاضل ان انا انهي السطر. هدخل هنا في الفراغ بتاع الغرزة السلسلة، هشتغل غرزة حشو وهقفل هنا في اول غرزة حشو بغرزة منزلقة بالشكل ده. يبقى انا نهيت السطر الرابع، وهبدأ السطر الخامس. هرتفع غرزة سلسلة وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده، وهشتغل في الغرزة اللي بعد كده حشو، وبعد كده انا هرتفع 3 سلسلة. هسيب الغرزة اللي بعد كده وهدخل في اللي بعدها اشتغل حشو، واللي بعدها حشو، كمان اللي بعدها حشو. يبقى انا بشتغل 3 حشو ورا بعض من بعد ال3 سلسلة. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزة وهدخل في اللي بعدها اشتغل حشو، وكمان الاتنين اللي ورا بعض هشتغل فيهم حشو. يبقى نركز كده، احنا بنشتغل 3 سلسلة وبسيب غرزة هنا تحت، وبشتغل بعد ال3 سلسلة 3 حشو ورا بعض. بعد كده 3 سلسلة وبسيب غرزة وبشتغل 3 حشو ورا بعض. بعد كده برضو هكرر هنا، هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزة وهدخل في اللي بعدها اشتغل حشو. بعد كده هيبقى في الفراغ هنا، دي كده اخر غرزة حشو، بعدها الفراغ بتاع غرزتين السلسلة هدخل اشتغل فيها 2 حشو 3 سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل 2 حشو، وبعد كده الغرزة اللي بعد كده هدخل اشتغل فيها حشو. يبقى كده 3 حشو. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، هسيب الغرزة اللي بعد كده واشتغل حشو، وكمان الغرزتين اللي ورا بعض حشو. يبقى انا بشتغل بنفس الطريقة، هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزة وهدخل اشتغل 3 حشو ورا بعض بالشكل ده كده. هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزة، هدخل اشتغل 3 حشو ورا بعض كده. اول غرزة، التانية، التالتة، 3 سلسلة، هسيب غرزة، هدخل اشتغل 3 حشو ورا بعض بالشكل ده. اشتغل معاكم الركن تاني، هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزة، هدخل هنا في غرزة الحشو ديت، هيبقى دي اخر غرزة حشو في السطر، وراها الفراغ بتاع غرزتين السلسلة، هدخل اشتغل فيه 2 حشو 3 سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل فيه 2 حشو، واول غرزة هنا هشتغل فيها حشو، هرتفع 3 سلسلة، هسيب الغرزة اللي بعد كده وهدخل اشتغل 3 حشو ورا بعض بالشكل ده كده. هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، اخر حاجة اشتغلتها 3 حشو ورا بعض. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزة وهدخل في اللي بعدها اشتغل غرزة حشو، وهنا انا في بداية السطر اشتغلت 2 حشو. يبقى كده التوتال بقوا 3 حشو ورا بعض بالشكل ده كده. يبقى انا خلصت السطر الخامس وهبدأ السطر السادس. هدخل في الغرزة اللي بعدها بغرزة منزلقة عشان انا عايزة ابدأ من الفراغ هنا بتاع ال3 سلسلة، بس كمان هدخل في اول غرزة بغرزة منزلقة من ال3 سلسلة، وهدخل كمان في التانية بالشكل ده، وهبدأ ارتفع غرزة سلسلة وهدخل في نفس الفراغ اشتغل غرزة حشو بالشكل ده. يبقى انا بشتغل غرزة حشو في الفراغ بتاع ال3 سلسلة،
هرتفع 3 سلسلة وهدخل في الفراغ التاني هنا بتاع 3 سلسلة، اشتغل في من عمود بلفة 4 سلسلة وهدخل في نفس الفراغ تاني اشتغل كمان عمود بلفة، يبقى انا اشتغلت في 3 سلسلة. هدخل بعد كده في الفراغ بتاع 3 سلسلة اشتغل فيه حشو 3 سلسلة. هيقابلني الفراغ هنا بتاع 3 سلسلة في اول ركن عندي، هدخل اشتغل فيه في عمود بلفة 6 سلسلة 3 4 5 6، وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل كمان عمود بلفة، يبقى الركن بشتغل فيه عمود بلفة 6 سلسلة عمود بلفة تاني. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، هدخل في الفراغ بتاع 3 سلسلة اشتغل حشو 3 سلسلة، هشتغل في عمود بلفة 4 سلسلة عمود بلفة بالشكل ده كده 3 سلسلة، هدخل في الفراغ اللي بعده اشتغل حشو 3 سلسلة، هدخل في الفراغ بتاع 3 سلسلة دول اشتغل في عمود بلفة 4 سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ اشتغل عمود بلفة 3 سلسلة، وهدخل في الفراغ اللي بعد كده اشتغل حشو 3 سلسلة، هدخل في الفراغ هنا بتاع الركن التاني اشتغل عمود بلفة 6 سلسلة 3 4 5 6، وهرجع في نفس الفراغ اشتغل كمان عمود بلفة 3 سلسلة، هدخل في الفراغ اللي بعد كده حشو. يبقى احنا بنشتغل هنا في الفراغ ده بنشتغل حشو 3 سلسلة في عمود بلفة 4 سلسلة عمود بلفة 3 سلسلة حشو، يعني بنشتغل مرة في الفراغ ده حشو ومرة في حشو وفي، وما بين كل يعني هنا اشتغلت حشو وراها 3 سلسلة الفي وراها 3 سلسلة وهكذا. طبعا الركن زي ما احنا شايفين بنشتغل فيه في عبارة عن 2 عمود بلفة ما بينهم 6 سلسلة. هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، اشتغلت هنا اخر في، بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهنهي هنا السطر في اول غرزة حشو انا اشتغلتها في بداية السطر. يبقى انا كده نهيت السطر السادس، وهبدأ السطر السابع والاخير. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو، وبعد كده هشتغل بيكو هرتفع 3 سلسلة وهقفل البيكو زي ما احنا عارفين هنا بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع 2 سلسلة زي ما احنا شايفين، هدخل في الفراغ بتاع الفي اللي هو 4 سلسلة، هشتغل 4 بيكو، هشتغل الاول غرزة حشو وهرتفع 3 سلسلة وهقفل البيكو بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين كده. بندخل هنا في الضلعين بتوع غرزة الحشو واقفل بغرزة منزلقة، وبعد كده ادخل اشتغل غرزة حشو هرتفع 3 سلسلة، هدخل هنا في الضلع الامامي والضلع اللي قصاده هنا واقفل بغرزة منزلقة. ده كده تاني بيكو او تاني غرزة حشو فيها بيكو، وبعد كده هشتغل غرزة حشو هرتفع 3 سلسلة وهشتغل برضو بيكو مقفولة بغرزة منزلقة بالشكل ده، وبعد كده غرزة حشو هرتفع 3 سلسلة وهشتغل بيكو مقفولة برضو بغرزة منزلقة. يبقى انا الفي اشتغلت فيها 4 بيكو، بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهدخل هنا عند غرزة الحشو دي هشتغل برضو غرزة حشو بالشكل ده، وهشتغل بيكو 3 سلسلة وهقفل البيكو بغرزة منزلقة، اقفل البيكو بغرزة منزلقة
بالشكل ده كده. هرتفع 2 سلسلة، وبعد كده هيقابلني الركن الاولاني. هدخل هنا عند الفراغ بتاع ال6 سلسلة، هشتغل غرزة حشو 3 سلسلة، وهعمل بيكو مقفولة بغرزة منزلقة. انا الركن هشتغل فيه 6 بيكو او 6 حشو مقفولين ببيكو. دي كده اول غرزة حشو. بعد كده هدخل تاني اشتغل غرزة حشو، هرتفع 3 سلسلة وهقفلها برضو بغرزة منزلقة. يبقى دي كده تاني بيكو. يبقى الركن اشتغلت فيه 6 بيكو زي ما احنا شايفين. بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهدخل فوق غرزة الحشو دي، هشتغل غرزة حشو مقفولة برضو، هعمل فيها بيكو مقفولة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع 2 سلسلة، هيقابلني الفي، هدخل في الفراغ بتاع ال4 سلسلة، هشتغل فيه 4 بيكو او 4 حشو مقفولين ببيكو. دي كده اول غرزة حشو، هشتغل فوقيها بيكو 3 سلسلة واقفل البيكو بغرزة منزلقة بالشكل ده ووراها. بعد كده 2 سلسلة وهدخل هنا في غرزة الحشو دي، هشتغل غرزة حشو واشتغل فوقيها بيكو مقفولة بغرزة منزلقة 2 سلسلة. هدخل هنا في الفراغ بتاع ال4 سلسلة، هشتغل 4 حشو مقفولين برضو ب4 بيكو 2 سلسلة. وهدخل في الركن التاني هنا عندي هنا في الفراغ بتاع ال6 سلسلة، هشتغل 6 حشو، وفوق كل غرزة حشو هشتغل بيكو مقفولة بغرزة منزلقة. وهكمل كده بنفس الطريقة وارجع انهي معاكم السطر بالشكل ده كده. انا وصلت لنهاية السطر. اخر حاجة اشتغلتها 4 بيكو في اخر في هنا. فاضل ان انا انهي السطر، هرتفع غرزتين سلسلة وهقفل هنا في غرزة الحشو الاولانية اللي انا اشتغلت فيها اول بيكو بالشكل ده. يبقى انا كده نهيت المربع زي ما احنا شايفين، وده شكله النهائي. وزي ما احنا قلنا ممكن ان احنا ندخله في استخدامات كتير. اتمنى ان هو يكون عجبكم، يكون سهل وبسيط عليكم. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.